لغز اختفاء الصحفي رضا هلال. 24 من أغسطس لعام 2003 تمام الساعة 2 ظهرا في قلب القاهرة الصاخب، غادر الصحفي القدير رضا هلال مكتبه بمبنى الأهرام العريق. استقل سيارته ومنذ تلك اللحظة انشقت الأرض وابتلعته. أهلا بكم في حكايات سبوكيفاي. لم يقع حادث ولم تكتشف جثة ولا حتى وردت مكالمة تطلب فدية. الرجل الذي كان ممسكا بملفات شديدة الحساسية والمقرب من دوائر صنع القرار اختفى وكأنه لم يكن موجودا من الأساس. لم تسلم الواقعة من الشائعات، فمنهم من قال إنه اختطف ومنهم من زعم هروبه، لكن الحقيقة المرة هي أن ملف رضا هلال لا يزال موصدا بالأغلال. هل تعتقد أن أحد الشخصيات المرموقة المقربة للسلطة التي كان رضا هلال يتولى ملفاتهم له يد وراء اختفائه، أم أن هناك سببا آخر؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات. ثانيا، لغز رزق الله بطرس، الرجل الذي تبخر. إذا أردتم معرفة تفاصيل هذه الحكاية والاستماع إلى قصص أخرى مثيرة من حكايات سبوكيفاي، تفضلوا بالضغط على الرابط أسفل الشاشة لمشاهدة الفيديو كاملا على قناتنا، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لتتابعوا قصصنا أولا بأول. مع السلامة.